السلام عليكم، اهلا بيكم. على السريع كده هحط في الاول لايك. عاوز اتكلم على تصريحين، واحد لعصام عبد الفتاح والتاني لايمن يونس. خلينا الاول بتاع عصام عبد الفتاح. بيقول: نطالب الحكام احيانا باحتساب اخطاء غير صحيحه لتهدئه الاجواء. شوف العالم عملوا حاجه اسمها الفار، عشان لو انت عندك خطا ترجع له، ويبقى فيه 3 4 حكام تانيين بيساعدوك، بيساعدوا الحكم اللي موجود في ارضيه الملعب، وبيساعدوا كمان حكم الراي على انه يتخذ القرارات الصحيحه علشان ما فيش حد يتظلم. والاخ ده جاي يقول لنا ايه؟ بنطالب الحكام ان ياخدوا في بعض الاوقات اجراءات غير صحيحه علشان يهدوا الاجواء. اجواء ايه؟ اجواء ايه يا عم الحاج؟ طب ما انت كده لما تظلم ناس، انت بتقول اجراءات غير صحيحه، يعني اكيد هيكون في ظلم الناس. طب انت لما تظلم ناس، انت كده الاجواء هتهدى يعني؟ وان هدت يوم هتهدى الثاني، هتهدى الثالث، وانتوا تبقى سمعكم زي الزفت ومفيش حد عنده ثقه فيكم. ومن هنا نفتكر كويس جدا موضوع الاحتواء. يبقى الاحتواء ده ايه بقى؟ مش موضوع فردي من حكم، لا ده منهج الاحتواء. يخص عليكم والله يخص عليكم. العالم كله بيحاول يعمل عداله، اتخاذ القرارات، وانت عاوز تمشيها ظلم وفساد. التصريح الثاني اللي عجيب وغريب جدا برضه، تصريح ايمن يونس. بيقول: الروح الحلوه والشغف وحب النجاح وحب جمهور الزمالك بيدوا افضليه للزمالك في نهائي الكاس. طب والله العظيم انت كذاب. وروح لاي زملكاوي عاقل، اي زملكاوي عاقل، واساله قول له فعلا الافضليه للزمالك، هتلاقيه هو اصلا مرعوب من الاهلي. وده جاي دلوقتي اهو، ده من جماعه البهز بيه اللي انا دايما بقول عليهم. مين البهز بيه؟ عشان اللي ما سمعناش قبل كده، البهز بيه ده اللي كان في فيلم الكيف، كان جميل راتب في فيلم الكيف، اللي كان بيبيع حشيش مضروب. ايمن يونس برضو ده تبع جماعه البهز بيه، بيبيع للناس اللي بيسمعوه كيف مضروب، بس هم بيكيفوا بقى بالكيف ده. خلاص يعني هو عارف نظامهم، فبيدي لهم الكيف بتاعهم، الكيف اللي عاجبهم، بيكيفهم على كيفهم. يقول لك الروح الحلوه والشغف وحب النجاح. احنا لا بنشوف روح حلوه ولا شغف ولا حب نجاح وحب جمهور الزمالك بيدوا افضليه للزمالك في نهائي الكاس. انا بقى هنا ايمن يونس ده والله العظيم انا مش عارف ده محلل كوره ولا سوما العاشق. احس انه سوما العاشق ملوش دعوه بالكوره خالص. شوف الحته دي بيقول لك ايه: وتحس كده كاس مصر ده بيحب الزمالك. طيب يا حساس يا عاطفي. خد بقى الحته الثانيه كده، يقول لك ايه: وفي رغبه دافيه بين الطرفين للعناق. يا سيدي يا سيدي، يقول لك سوما العاشق في رغبه دافيه بين الطرفين للعناق. ايه دي؟ ايه دي؟ يعني انا دلوقتي لما اكون قاعد بسمع واحد المفروض قاعدين يوجعوا دماغنا بيه، ويقول لك ايه: كان نجم كبير ونجم منتخب مصر ونجم الزمالك والمحلل الكبير قوي اللي عنده 60 سنه بيقولوا لنا عنه الكلام جامد قوي، وفي الاخر يطلع يقول لي بيحبوا العناق، في رغبه دافيه وبيحبوا العناق. دافيه ايه وبرده ايه وعناق ايه؟ الزمه ده كلام ناس عقلي، بلاش خالص في الكوره. انا ما بفهمش في الكوره. انا لما اكون طالع اتكلم على ماتش اقول عناق بيحضنوا بعض ويبوسوا بعض، ايه الكلام الفاضي ده؟ والله العظيم كلام مسخره. وفي الاخر الزملكاويه عاوزين يفوزوا. طب هتفوزوا ازاي؟ هيبقى لكم مكان ازاي مع الناس دي؟ ما المشكله ان يونس ده وامثاله بيدوا نصيحتهم وبيشوروا على مجالس الادارات. ازاي فريق يكون مستشارينه او الشاوره بتوعه من نوعيته ومن نوعيه جمال عبد الحميد؟ ازاي المجموعه دي تنجح؟ ازاي فريق يكون فيه طارق السيد واسامه حسن بيشوروا عليهم او بيشوروا على الفريق يعني وينجح؟ مستحيل والله. احنا ما بنشوفش الهطل ده موجود في الاهلي، ولذلك الاهلي ناجح. الزمالك عشان يفوز وينجح لازم يشوف مستشارين كويسين ليه، او الناس اللي بتدي راي ومشوره، ياخدوا راي ومشوره من ناس عاقله مش من ناس حساسه